متابعينا الكرام، كيف ما عادتونا أننا مرة غادي نبقاو نديرو ليكم قصة في هاد القناة هادي. قصة اليوم هي ديال واحد الشخص اللي غيكون عايش في الديار الأوروبية، وغادي تحول الحياة ديالو إلى مأساة وجحيم. القصة غتبدا ملي غادي يتم واحد القاوري غيكون مريح في واحد المقهى، غيتربصو بيه واحد 3 ديال الأشخاص، غيقومو بالسرقة ديال الحاسوب ديالو. إذن هنا بداية ديال القصة، سرقة الحاسوب ديال هداك الأجنبي. تسرق ليه الحاسوب ديالو، معرفش شكون، مشا دار واحد الشكاية في تلك الدولة الأجنبية، معرفش شكون لي داليه. وهاد الشخص هذا اللي غادي تنقلب حياته رأسا على عقب كان خدام بخير وعلى خير في بلاد المجر. كان عايش بخير، كيجي لبلادو يمشي يجي، مكينش لي تيقول ليه تا شي حاجة. هاد النهار غيتصل بيه الأخ الصغير ديالو، وصل لمرحلة الدراسة الثانوية، غيطلب منو أنه يحضر ليه واحد الجهاز ديال الحاسوب اللي يقدر يساعدو في الدراسة ديالو. حنا كنعرفو أن جهاز الحاسوب آنذاك كان بواحد الثمن ديالو غالي، مكانش بحال دابا الأثمنة اللي كاينين دابا. هاد الشخص هذا اللي في الديار الأجنبية غيلقى واحد الشخص عارض واحد الحاسوب للبيع، غياخدو من عندو 300 أورو وغيطفيه. الشخص اللي مشى ليه الحاسوب ديالو كان الحاسوب هذا من كنقولو فيه واحد التقنيات اللي كبيرة، وهاد الشخص الأجنبي كان واضع فيه ملفات خاصة ديالو، وكان فيه الخدمة ديالو، كانت فيه شي معطيات اللي حساسة اللي غتخليه غيدير المستحيل باش يقلب على الحاسوب ديالو ويشوفو فين كاين، في أين بلاصة، ويرجعو. المهم هاد الشخص هذا خدا الحاسوب من عند داك السيد، خداه ب300 أورو وداه للبلاد، عطاه الأخ ديالو. الأخ ديالو فرح بيه، شعلو، ملي شعلو وبقى خدام بيه. هداك الشخص اللي كيقلب على الحاسوب ديالو اللي مشى ليه، هداك الأجنبي، كان داير فيه واحد واحد التطبيقات باش كيتعقب الحاسوب ديالو فين ما كان. بقى تيشوف الحاسوب ديالو، لقى على أنه الحاسوب ديالو كاين هنا في المغرب. هداك الدري اللي تيدرس في الثانوي، الحاسوب أكيد أنه ولا كيوضع فيه ملفات ديالو، ولا كيوضع فيه معطيات، كيوضع فيه الصور ديالو. هداك الأجنبي خدا المعطيات، دار لوكاليزا البيسي فين كاين، خدا معطيات، غينتدب واحد المحامي هنا، غيتقدم بشكاية للنيابة العامة. أكيد أن الشكاية غيتم التفاعل معها، وغادي تجي الأمر الناس ديال الدرك باش غادي يبحثو على هاد الحاسوب فين كاين وفين بلاصة، وشكون هاد الشخص هذا اللي دا، ويعرفو الحيتيات والمعطيات. تنقلو العناصر ديال الدرك، لقاو واحد عون سلطة، وراوه التصاور، سولوه على داك الشخص، قالهم هاد الدري هذا زعما راه ماشي شي واحد اللي فيه مشاكل ولا هادي، راه طرونكيل وعائلتو طرونكيل. وراهم المنزل، دقو، خرجات ليهم الأم ديالو، سولوها،
يعني لقاو أن داك الدري اللي عندو البيسي قاصر، وقاصر يعني لابد من حضور يعني ولي الأمر ديالو أثناء الاستماع إليه. جاو ومشى معاهم للمركز، استمعو ليه كيفاش هاد البيسي وصلك. قالهم ودي هاد البيسي جابوليه خويا اللي كاين في الديار الأجنبية هادي استأجرو مع النيابة العامة. يعني لقاو أن داك القاصر أنو بيسي واخدو كهدية وما عندوش علاقة لا بالسرقة لا بتا شي حاجة. وهنا غيتم وضع الأخ ديالو، يعني غيوضعو عليه واحد مذكرة بحث. وضعو عليه مذكرة بحث بقعة الأيام، وهداك الشخص اللي مشى للحاسوب ديالو يعني غادي يستلمو يعني عن طريق المحامي اللي غيوقع واحد الديشارج باش غادي يستلم الحاسوب ديالو. بقات هاد مذكرة بحث سارية في حق هاد الشخص هذا. غيدخل يعني في أحد المطارات، دخل يعني شدوه لقاو عندو أنه روشيرشي. جاو العناصر ديال الدرك اللي مكلفين، حيدو ليه ديك المذكرة بحث استمعو ليه قالو ليه هاد الحاسوب ها كاين وكاين وكاين وكاين، كيفاش وصلك، كيفاش حصلتي عليه وهادي. عاود لهم الحيتية، قالهم أنا راه ماشي مسرقتوش وأنا يعني غير خديتو بثمن مناسب. قالولهم من عند من خديتيه؟ قالهم خديتو من عند واحد الشخص يعني كاين تما، وقالي واش كتعرفو واش عندك معطيات عليه. قالهم ما تنعرفوش. إذن هذا غلط، يعني السيد بحال اللي قلتي اعترف تلقائيا عند الاستماع إليه عند الضابطة القضائية. وكذلك في مرحلة الاستنطاق يعني عند وكيل الملك أكد يعني ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، وغيتم الحكم عليه ب4 أشهر. إذن يعني شفنا يعني هاد القصة هادي هي بسبب جهاز ديال الحاسوب غيولي يعني محكوم بالسجن، وغيولي معرض للمساءلة القانونية. إذن متابعينا الكرام، حتى لهنا نقولكم نهاية هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو آخر أو في موضوع آخر. واللي كيشاهد القناة ديالي أول مرة منساش يشترك في القناة ويفعل الجرس فضلا وليس أمرا.